غادي تكون طاوله المفاوضات بين الاطراف المتنازعه في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، واقترحوا بان المغرب هو اللي يستضيف هذه المفاوضات هذه. شكون اللي رافض؟ اسرائيل. علاش؟ اسرائيل كتقول لك كفة المغرب تميل دائما الفلسطينيين باغيين المغرب هو اللي يستضيف المفاوضات، لان الفلسطينيين كيقول لك حنا كنثيقوا في المغرب لسبب واحد: الدوله الوحيده ومع كامل احترامي باقي الدول المنطقه لم تستثمر يوما في القضيه الفلسطينيه وتدافع. ولذلك كتسمعوا مغاربه يخرجوا في مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك اودي انا كريلو عندي في المغرب، سراق الزيت عندي في المغرب خير من طفل فلسطيني، باش يحيدوا هذه الثقه اللي عند الفلسطينيين تجاه المغرب. الثقه اللي عبر عليها المرحوم هنيه، الشهيد هنيه الله يرحمه وينعمه، عندما جاء الى المغرب بعد الامضاء على الاتفاق الثلاثي. حنا كنهضروا على ثقه حقيقيه كاينه ما بين الفصائل الفلسطينيه وما بين المغرب. واش كاينه ثقه ما بين الكيان الصهيوني والمغرب؟ هما باغيين يخدموا على هذه الثقه. هاد الغرابيب السود ديال الاعلام البديل باغيين يخدموا باش انها ترسخ واحد الثقه بين الكيان الصهيوني وما بين المغرب. ما عمرها تكون. ما كاينش في العالم من يثق في الكيان الصهيوني نهائيا، لا يوجد. حتى الدول الغربيه لا تثق في الكيان الصهيوني. بون الفلسطينيين كيقول لك بان حنا كنثيقوا، والاسرائيليين كيقول لك بان الفلسطينيين كيقول لك حنا عارفين بان الفلسطينيين كيقول لك المغرب هو اللي خاصو يستضيف هذه المفاوضات هذه، لم يستضيف المغرب، وبان الاسرائيليين ما باغيينش المغرب يستضيف. الاسرائيلي تيقول لك حيت الفلسطيني تيقول انا كفلسطيني اثق في المغرب، اثق في الدوله المغربيه واثق في المواطن المغربي، لان الدوله المغربيه والمواطن المغربي الوحيدين الذين لم يستثمروا، زعما لم يستغلوا القضيه الفلسطينيه من اجل استثمار المصلحجي ديالهم. سي بور سا هذا الاخ هذا ما كينقز. شكون هذا؟ هذا الاستاذ اللي سميتيه انت غوفرين. سي بور سا دار هذاك البلاغ. اولا واحد النقطه مهمه، حيت اساتذه بزاف ولا انا نقول لك واحد النقطه مهمه، واحد الملاحظه مهمه. اولا هو خرج هذاك البلاغ على صيغه تصريح صحفي لاحد المواقع، ياك؟ من بعد يمكن واش داروا فيه، واش غوتوا عليه، واش قالوا لي حدا راسك، واش قالوا دابا اختي اراز وسيزار وكولاغيول وهاد الشبح حتى هما اللي راهم ينقزوا في بلاصتو. غوفرين ما بقاش ينقز دابا، ولا عمر الشرقاوي هو اللي راه ينقز، الصنايبي هو اللي راه ينقز، خونا الرمضاني هو اللي راه ينقز، وراهم ينقزوا بلا بندير، راهم يشطحوا بلا بندير. كان غير كاين الغايطه والبندير بعدا وكذا وهادي نقولوا معليش نتفرجوا للتنقاس ديالهم، راهم غير بوحدهم الفيبرور مساكين، الفيبرور لي لا ما تسمعش، راه ما تحت ما داش داك التصريح، الله اعلم. هاد خرج بلاغ هو شحال وكوفرين، هو شحال هو المكتب، راه جا هو في ديبي ديال جونفي، نقولوا حنا نحسبوها من توقيع من 2020 21 ديسمبر. اول بلاغ يصدر على مكتب هذا الاول، اول واحد. وملاحظه اخرى، ما في عنوان، ما في ادريس، ما في تليفون، ما في ميل. هذا القائم بالاعمال الاسرائيلي. حيت علاش هما ما دايرينش لادريس؟ كيخافوا هما بالنسبه لهم المكتب. يعني حتى انا سولتي انا واحد الاسرائيلي قال لي راه سولت كوفرين، قلت لي عطيني لادريس، قال لي لا ما يمكنليش نعطيك لادريس لدواعي. اخيرا لقيت الحل. عرفتي كيكون خدام ايكرون وحده والبروغراماسيون كتبقى جوج ديال لي زيكرون على الاقل، كنتعصب كما ديما خدام في الدار. بون امنيه وهو اسرائيل. كان عندكم شوف الدقيقه 42 مباشره باش ما نضيعوش الوقت. هاد الناس كيفاش كيخدموا ملي وجا في الاخر شنو قال لي شوف اسمع حبيبي مزيان، قال لي حنا ماشي في صالحنا نغضبوا الجزائر، حنا ما بغاش نقلقوا الجزائر. لذلك انا نقول لك واحد الكلمه، هاد الناس كيفاش كيخدموا ملي كتشوفوا الى اتاكي العثماني، ياك، الى اتاكي ايران، الى اتاكي حماس، الى اتاكي الجزائر، هما الطريقه ديالهم راه ماشي التاتاك حيت كارهك ولا حيت ما حاملكش، لا، حيت يريد فتح حوار معك. فهمتي؟ طريقه للضغط باش انت تجاوبه. الا جاوبتيه
دخلتي عنده اكزاكتومون. هذه هي اللعبه اللي كدار. نقول لك واحد النقطه مهمه نخصم بها، مهمه جدا. انا ما استفزني انا في الكومونيكي ديالو، انا ما كنتش كاع غادي نعلق عليه. البارح علقت عليه في الصفحه ديالي، ما صافي. انا بالنسبه لي اللي قلتو راه قلتو في الكتاب ديالي وغادي تنشر في مصر، واللي بغى يفهم واللي ما يفهمش. انا واحد الكلمه كضرني في قلبي، ما نغوزمو الناس وما اقرا. ماشي غير لا تقرا، راه لا تقرا، ولكن اللي كيشغلي لي شويه انا الحمد لله كاين ناس في الدوله المغربيه، سينو ما عمرني كنت نكتب، ما صدعش راسي بالكتابه، تقرا وتتمعن وكتاخذ داكشي وسير. لذلك كنقول للناس كتبوا، ما تبقاش تخلعوا تقولوا لا كتبنا غادي يدوروا فينا كذا كذا. نرجع لك عافاكم. لا وداني الموقف الرسمي في غزه. طبعا تدخل ملي كتخرج كتقول لي كلنا اسرائيليون، ولا كتخرج ضد الملك اصاحبي، ماشي غير الموقف الرسمي للدوله المغربيه ضد الملك. هذاك الوقت الملك هو رئيس ديال الدوله المغربيه، راه شي الحماق. واش عمرك شي الملك جا قال لك حنا كلنا اسرائيليون؟ هما شادين بوريطه اللي يقول لا. كيقول لك اختي حاجه اخرى، كيقول لك حنا دوله ديمقراطيه وحنا دوله فيها الحريه، اذا في اطار حريه التعبير من حقي ان اقول على انني صهيوني، ولا اعتبر على ان فلسطين شرعيه الوجود. استافد من الديمقراطيه، حقك هذاك حقك، حتى واحد ما يحيدولك نهائيا. ولكن اعلم على ان القول الذي تقول هو ماشي غير ضد الاراده الملكيه، ضد الاراده الملكيه وضد الرغبه ديال الشعب المغربي وضد الوجدان ديال الشعب المغربي وضد التاريخ ديالك وضد الثقافه ديالك وضد كل ما يمكن ان يمثلك انت كمغربي. اذا انت الراي ديالك علاش؟ لان ملي كدير واحد الخطاب جوج ديال الاسئله كتطرح: لماذا ولمن؟ علاش ولمن؟ اذا غادي نستنتجوا في اخر المطاف على ان هذا الخطاب الدخيل، هذا الجسم الغريب، هذه الابواق المأجوره، هذه الغرابيب السود، هذه الضفادع الخضراء ديال الوحل، عندها هدف واحد: انها تكرس لما سمته شمع درشول للثقة بين الكيان الصهيوني وما بين الدولة المغربية، اللي ما يمكن لهاش انها تكون ثقة كاملة بحال الثقة اللي كاينة عند الفلسطينيين تجاه المغاربة وتجاه ملك المغرب، ولا الثقة اللي عند الدول الأخرى تجاه المغرب فيما يتعلق بهذه القضايا اللي كيعتبرها صاحب الجلالة واحدة منهم اللي هي القضية الفلسطينية قضية محورية في المغرب بمثابة القضية الفلسطينية. والمسألة ماشي متعلقة بفلسطين في حد ذاتها، راه متعلقة بك انت كمغربي، لأن من تتبع التاريخ ديال الكيان الصهيوني يعلم على أن الكيان الصهيوني أينما حل يحل الخراب، ولا أدل على ذلك من هذا الشيء اللي رحنا نشوفوه اليوم، انه يجي يعبت لك في المشهد السياسي ديالك، يعبت لك في المهم غاديش ندخل المسائل اخرى، وبالامن ديالك. هادشي اللي كنشوفوه في سبته مثلا. بون لن نكون لسنا فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين، ولكن ما عمره ما قال بان لسنا اسرائيليين. هذاك حنا اسرائيليين اكثر من اسرائيليين. بولت عمرو قال هذا، عمرو ما قال هذه الهضره. فلماذا تحملون الدوله المغربيه اكثر من تحسن من قالت لك هذه الهضره؟ واش الملك اخويا هو ما غاديش يجي يقول الخطاب يقول هذه الهضره هذه؟ علاش كتضغطوا؟ هذا هو اللوبي المغربي، هذا اللوبي المغربي الذي يخدم اسرائيل. انا نقول لك الشمعة تسمحي لي، دابا ما عمر في التاريخ انا غادي نهضر على ايران. لا غادي تهضر على ايران. حنا عند المغرب، لا دابا انا بغيت فرصه باش المغاربه، حيت هادشي كيدوخ. ما عمر في التاريخ هذه المملكه المغربيه كان شخص مع انا ما كنقولش المثلي ولاو كيتظاهروا الامارات المؤمنين صافي تسلط الهضره. لا الاعلام ولينا كنسمعوا دول كتشري مواقع في المغرب. بيان سور. ما معنى الدوله الاجنبيه؟ عرفتوا علاش بديت هكذا؟ لان الكلام اللي قالوا بن كيران خطير جدا، والله العظيم الا خطير ماشي بالمفهوم اللي هما بغاو. ردة الفعل حتى هي اخطر. الكلام اللي قالوا بن كيران خطير، وردة الفعل ديال هاد الشماكريه هادو ديال المواقع اخطر، سورتو ردة الفعل اللي كتشوفوها هكذا بحال اللي منظمه. نكمل.
السيطره على الراي العام المغربي وعزله عن الدوله المغربيه. شكون اللي كيأثر الراي العام؟ راه الدوله. كيش قلتي هادشي صاحبي لا شوف نقول لك واحد الحاجه. انا انسانه كنت انا كنت عايشه في الخارج في جوج ديال الدول وكذا. شنو اللي يخليني انا جالسه في المغرب وانا عارفه هادشي؟ حيت عارفه بان كاين بلاد راه فيها الرجال واللي حامينا. انا راه تم تهديدي بالقتل. هاد الناس هادو انا راه خرجت من داري. يعني شوف الوقاحه. هاد السيد هذا نهار اللي كتبت قلت ليه نتايا نهار اللي هاجم العثماني وكتبت تدوينه قلت بانك هاجمتي العثماني راه غدا راه المغرب يدير لك السفاره ديال ايران في المغرب. نتوما ما فاهمينش المغرب كيفاش داير. راه صيفط لي في واتساب عايرني إما انسولتي سيتادير سبني وما يقدرش يديرها مع صحفي اسرائيلي. مكتوب عندك ياسر عندي راه شفتها انا كدب شغال. انا عندي الطريقه ديالي كتبت عليه كتاب غادي تنشر في مصر 100 مليون واحد في مصر. سبك انت اكزاكتومون. قال لي هذا جيت هكذا إما انسولتي. انا اللي الحماق بغيت نسطى كنقول انا في بلادي الصفحه ديالي الدوله عمرها ما قرب لي انا شي حد. انا كنمسح حريه التعبير. انت كتقول لي جاي من بلد ديمقراطي. داك النهار سولتك على صحفي اسرائيلي قلت لي لا ما عنديش الحق لان هذاك صحفي عنده جدول وتجي انا تعايرني على وديت ديال حيت قالت ايران ختموا ايران في كلمه ايران. انا عطيتك النموذج ديال هذه القضيه على المستوى الشخصي باش نقول لك راه هذا الشيء اللي كيتمارس على مستوى الدوله. سيتادير انا اعيش فسادا في الارض لاني محمي من اللوبي المغربي ماشي فقط يهودي. اللوبي المغربي الذي يخدم اسرائيل. للاسف انا كنسميه تيار مصلحه في الدوله المغربيه. كاين واحد تيار مصلحه في الدوله المغربيه كتخليها تسير ياك ما يكون هو التيار ديال تضارب المصالح وفرقشيه داكشي ديال الادويه داكشي ديال الشركات المتعدده الجنسيات العلف قامح. ياك ما هذا هو التيار اللي كتهضري عليه اختي شمال درشو. ما عرفنا بالله. المهم انا عرفتش انا شكون هو هذا التيار ولكن ما نعرف. المظله كتعطي لهذاك ديال كلنا اسرائيليين حتى هو كتعطيه المظله. هذه وقائع زعما بلا ما نقول هذا. ايران اللي استفزني انا في الكومونيكي اللي دار هوايا واللي هو خطير جدا هو اللي تيقول لك اللي قريتي دابا السي حميد. خطير جدا راه الناس خاصهم يفهموا شنو هي الجماعه الدوليه تدخل من اجل منع فتح جبهه اخرى ضد اسرائيل. عرفتي شنو باغي يقول لك؟ وهذه ما خدمه في الدار واش خدمه الناس الحل باش نخدموا عند الناس. ايكرون 14 بوس كتخدم غير ب USB. كيقول لك بان ايران راه هي اللي كتدرب لك حزب الله هو اللي كيدير لك في البوليزاريو. اخويا راه جانا واحد الطلقات ضدنا حنايا راه لقينا قلبنا لقينا داك التصواريخ وداك الشيء اللي لقينا وداك المعلومات الاستخباراتيه ديالنا راه جاي من الجهه ديالكم. لا حنا راه خاصنا نطلعوا الصحه. اذا جبهه اخرى اذا جبهه اخرى فهمتيني يا حميد؟ انا فهمتك. اذا جبهه اخرى ايران لبنان سوريا وتقدر تكون جبهه زعما هنا في المغرب وفي اي مكان. راه بدليل انه هو ملي عطاك بون هذا موضوع اخر بلا ما نهضر فيه لان ما بغاش ما شي حوايج ما غادي تخدد. اكزاكتومون غادي تخدد. ونقطه مهمه في المقال اللي تعرف ديال كلنا اسرائيل في نقطه خطيره سي حميد خطيره جدا. هي ملي كتقول لك لا يجب استقبال اسماعيل هانيه. هذا الاستاذ ملي الى اتاكي العثماني شنو دار الملك؟ الى انفيتي اسماعيل هانيه ودار له عشاء ملكي. الملك دار وجبه عشاء اسماعيل هانيه العثماني هو اللي كان رئيس حكومه وجابو كرد على داك الشيء اللي دار ودار هذا. يعني انت ملي كتقول ما تعيطش اسماعيل هانيه وتقول حماس ارهابي كذا راه تا خويا الكاتب راه كتقول واضحه بلا اسمع لا كتقول بان الملك يرعى الارهاب. لا وخاصنا نوقفوا حنايا هاد الرسالات هذه. شوف اخاي انا لا احترم شي حد كيكتب مقال ما كيكتبوش سميتو كيوقع غير الاسم ديالو وكيجي كيخدم جهات اخرى وعنده تيار ديال المصلحه الدوله المغربيه. اش يقول لك اهانه الملك؟ اش اهانه الملك؟ واش ما مسمحش ليه غير مسموح ليه؟ الملك والنظام الملكي في الدوله هو ماشي غير خط احمر. يمكن لك تكريتيكي عندك الحق. الملك يسمع. راه الناس ما فاهمينش هذه القضيه. الدوله المغربيه تقرا وتسمع. راه الناس ما فاهماش هذه القضيه. علاش اخويا انا غادي تحرمني انا نهضر وغادي نقول هذا باش نحمي انا بلادي؟ علاش انا مجبره انا خويا نكون انا لاجئه ولا نكون مهاجره؟ ولكن انايا باش تجي شوف الحميد اللي كيسكت اكزاكتومون نمشي لكندا وندير قناه ولا نمشي للقرينه كحله اللي كيسكت على هذا الشيء اللي واقع. لان هذه الاستاذه دوله غيره ملي كيهضروا راه ماشي غير كونتر البلاغ الملكي الموقف الرسمي للملك وللدوله المغربيه وكيهينوا الملك. راه يزعزعون استقرار البلاد عباد الله. يزعزعون استقرار البلاد طبعا. دابا هذا الشيء راه دارتو هذه 4 سنين تقريبا. يزعزعون استقرار البلاد. حدث السبته الاولى حدث السبته الثانيه
جيل زاد والدعوات المستمرة اليوم، جبروت، لو موند، حجاوي، دونك عامل دونك هاد الكلام اللي قالتو شامة درشول كونها الباحثة ومختصة في هذا المجال، وكأننا كنشوفوه يحاولون تطبيقه على أرض الواقع. من الآخر أي مغربي كما بغى يكون هذا المغربي إلا فريمون كما كيقولوا ودي راه وطني وخايف وكدا وهادي ومنا، أي مغربي كما بغى يكون اوتوماتيكمون غادي يكون عنده هاد التخوف، يكون عنده هاد التخوف. الا ما كانش عنده هاد التخوف يخصو يراجع الوطنيه ديالو زعما من الاخر بشكل يعني بشكل قطعي. واي واحد ونقول لك انا هاد الكلمه، اي واحد كيسكت على هاد الهضره هادي وما كيفضحهمش قائل للوطن. دار شو الخبيره في العلاقات الدوليه؟ اسمح لي. لا بالعكس كنشكرك على سعه الصدر. انا كنقول كلشي ما كنقولش. عندي واحد السؤال ولكن عاد تجاوبني في كلمه. هل يمكن ان تكون مؤيدا للبوليزاريو ومناهضا لاسرائيل؟ هذا المعادله هل يمكن شخص يجمع؟ ما فهمتش واش يمكن لك تقول انا مع البوليزاريو وانا ضد اسرائيل كتحتل فلسطين، كتكرفس على فلسطين اسرائيل، والبوليزاريو حتى هي معروفه صريعه عاديه صراع كنعرفوا المستهدف هو المغرب. كاين بعض الدول وبعض الانظمه نجيك الاخر فهمت الجزائر هو مع البوليزاريو ومع فلسطين، واش يقدر يجمعوا الجوج؟ انا نقول كلمه، البوليزاريو على علاقه مع اسرائيل هذه ما فيهاش نقاش. وشفت مقتطفات من الحلقه ديالك مع أحمان، المشكله ديال أحمان انه انسان عاطفي بزاف، مي اللي كيقولوا راه يمكن نقول لك 60% اللي كيقولوا عنده حق فيه. اذا يمكننا نقولوا كاع هاد المتصهرين الذين يطبلون للكيان الصهيوني هم مع البوليزاريو. هذا استنتاج كل واحد مطبل للكيان الصهيوني، لان البوليزاريو ما هي الا وسيله، هي اداه وفقط، هي اداه تستخدم. بوليزاريو هي اداه، كما دابا راهم مستخدمين الام 23 ما بين رواندا والكونغو، كما استخدموا السودانيين من اجل تقسيم جنوب السودان، كما راهم مستخدمين اليوم الحوثيين في اليمن، كما استخدموا استخدامات تصب في هدف واحد، هو الهدف الامبريالي المعروف: فرق تسود. ماشي قلناها حنا، هذه الفكره ديال الامبرياليه مبنيه على هذا المبدا. شحال ما فرقتي شحال ما كانت لك السياده. ملي واحد النهار استضافتني انا البي بي سي على التعليق على الخطاب ديال الملك ديال اسرائيل ديال اسرائيل وديال فرنسا على الخطاب الملكي، طرحت واحد السؤال اللي قلت له ما كيتطرحش في المغرب فقط كيقول لك لماذا لم تعترف بعد اسرائيل بمغربيه الصحراء. قلت لهم السؤال الاصح هو ما موقف اسرائيل من البوليزاريو. انا نعطيك واحد المثال. شو موقف البوليزاريو؟ ما عندهاش موقف. لا، اليسار الاسرائيلي الذي بون دابا غادي نمشيو مباشره سي بن كيران رئيس الحكومه السابق والامين العام ديال حزب العداله والتنميه، اللي هو كما قلنا رجل من رجاله الدوله، اللي خرج في واحد التصريح يقول فيه، غادي نسمعوه، كيقول فيه بانه طلب من جلاله الملك تشكيل ديال واحد اللجنه ديال التحقيق، وغادي نسمعوه وخرجوا لنا هاد الضفادع هادو في مواقع التواصل، هاد الضفادع الزرق في مواقع التواصل الاجتماعي، الكل يستنكر ويندد وكذا، ودرنا ساعه و34 دقيقه باش نقولوا بان هذا الخطاب ديال هاد الضفادع الزرق هادو الذين يدعون الوطنيه وهم ابعد ما يكون عن الوطن وعن الوطنيه، بان الخطاب ديالو كله كيصب في مصلحه الاهداف الحقيقيه التي تريدها الامارات ويريدها الكيان الصهيوني. وشما درشول في هذا اللقاء هذا كتقول بان الامارات تسعى
مع الكيان الصهيوني تسعى الى ان تحارب مؤسسه اماره المؤمنين، لان اقوى سلطه في المغرب واقوى شرعيه في المغرب هي الشرعيه الدينيه والسلطه الدينيه التي لدى امير المؤمنين، قواها على الاطلاق. اللي يعرف السيكولوجيا ديال غابرييل دي ليبرال في المناورات الاجنبيه ضد الوحده الترابيه المغربيه، هذا غابرييل دي ليبرال باش يستطع على انه ينقلب على السلطان عبد العزيز، لبس السلهام ودار العمامه وقبض التسبيح وبقى يقول لهم ودي انا راني امير المؤمنين بايعوني. ونفس الشيء داروا نابليون في مصر وكذا. نقول لي هذا ثابت من الثوابت ديال المغاربه. علاش كنقول لك السلطه الدينيه هي سلطه مهمه جدا. وهنا كتشوفوا هاد التمزغاويين ديال قش بخته امثال داك عادل بوبطانه، عادل الحكيم،